طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري، بنرحب بيكم في حلقة جديدة ومدرسة على الهوا. معادنا دلوقتي مع مادة محاسبة مالية وضريبية، وهنكمل معاكم النهاردة درس المحاسبة على رأس المال المقترض أو قرض السند. وقبل ما نبتدي حلقتنا عايزين نرحب بأستاذ عماد محمد صدقي مدرس المادة بوزارة التربية والتعليم. نرحب بيك أستاذ عماد. اهلا بك يا استاذ. هنكمل النهاردة المحاسبة عن رأس المال المقترض ان شاء الله. طيب اتفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مبدئيا طبعا احنا بنتكلم في الفصل الثالث عن المحاسبه على راس المال المقترض او هو قرض السندات. النهارده ان شاء الله احنا عندنا الحاله الاخيره او اخر جزئيه في علاج ومعالجه فوائد السندات، وهي معالجه فايده السندات في حاله اصدار السندات بخصم اصدار. يعني احنا كان عندنا 3 حالات حضرتك. اول حاله اللي هي معالجه فايده السندات في حاله اصدار السندات بالقيمه الاسميه، ومعالجه فايده السندات في حاله الاصدار بعلاوه. الحاله الثالثه ان شاء الله والاخيره وهي معالجه فايده السندات في حاله اصدار السندات بخصم اصدار. وفي البدايه طبعا اوضح للعزيز الطالب المفروض ان انت فاهم طبعا ان السند، او عشان تبقى انت النهارده اخر جزئيه في السندات ان شاء الله. بعد كده هنبدا في جزء المحاسبه الضريبيه. ان السند طبعا احنا قلنا ده راس مال مقترض، او ان الشركه عندها تمويل داخلي وتمويل خارجي. التمويل الداخلي هو الاسهم اللي احنا خدناها، اما التمويل الخارجي فهو اللي هي بتقترض اموال من الخارج. بتقترض اموال منين؟ من الخارج. يبقى احنا عندنا قرض السندات هو ان انا بقترض، او في مقرض وفي مقترض. وقلنا الاقتراض ده ليه 3 حالات. الحاله الاولى ان انت تقترض بنفس القيمه الاسميه. يعني انا قلت انا هستلف 1000 جنيه، فالسند اللي انت ماضيه ب 1000 جنيه، يبقى كده ده القيمه الاسميه. يا اما انا هقول مثلا عندي قرض السندات انا هستلف 1000 جنيه، فانا همضي على ان انا خدت 1000 جنيه، ولكن انا لما اجي استلف من حضرتك هستلف 110. يبقى كده انا قلت ال10 اسمها علاوه. الحاله الثالثه والاخيره هي اصدار السندات بخصم اصدار، وهو ان انا بستلف 100 ولكن انا بمضي على 100، لكن لما باجي استلف فانا بستلف 90 95 اقل. وبدايه يا استاذه حبيبه المفروض ان في سبب او في حاجه محاسبيه بتقول انا ليه اقترض من حضرتك بخصم اصدار، او ان انا لما اقترض من حضرتك دلوقتي 1000 جنيه وهكتب ان انا في وصل كده او سند عليا ان انا استلفت من الاستاذه حبيبه 1000 جنيه. فالمفروض ان حضرتك في الميعاد المحدد هتيجي تاخدي تاخدي 1000 جنيه بتاعتك، انا اديك السند او الوصل بتاعك. طب ايه اللي يخليني كحاله احنا خدناها الحلقه اللي فاتت ان انا ازاي انا استلف من حضرتك 1010 وانا ماضي لك على 1000؟ يعني باخد منك دلوقتي في نفس اللحظه 1010 1050، واجي وقت ما اسدد لحضرتك بسدد لك ال1000. قلنا ليه؟ عشان نعرف حلقه ليه النهارده او الخصم هو العكس. اقول ان عشان خاطر انا بدي لحضرتك فوائد اعلى من الفايده السائده في السوق. يعني السوق بيدي 10%، انا بدي 12%. فبقول للناس عشان انا بدي فوائد اعلى فانا بعوض ده بان انا باخد جزء منين؟ من حضرتك مقدما كده 50 جنيه 10 جنيه على اوفر على كل سند. يبقى ده كده ده معنى العلاوه. طب انا ليه هستلف من حضرتك 950 وانا ماضي على 1000 وهتيجي في نهايه المده تاخدي 1000؟ ده بخلاف الفوائد. يعني الفوائد دي لوحدها عشان انا فوائدي اقل من السوق. لان انت لو استثمرتي اموالك في السوق ال1000 دي مثلا ب 10% تعمل لك 100 جنيه. طب انا دلوقتي بدي 8%، فعشان اقدر اجذب الناس ان هي، او ان انا اجذب حمله سندات، او ان انا افيد الناس ديت، فبقول لا ده انا بقى بستلف منهم اقل شويه. هو ده معنى اصدار السندات بخصم. يبقى الخلاصه عشان خاطر نشوف الجزء المحاسبي بتاع الكلام ده، ان اصدار السندات بخصم هو معناه ان حضرتك انا مستلف منك مبلغ وماضي على هذا المبلغ ان انا هسدده في نهايه مده معينه او بعد مده معينه، ولكن انا اللي باخد من حضرتك دلوقتي غير مطابق للي موجود في الورقه بقيمه اقل. ليه؟ عشان حضرتك الفايده اللي هتاخديها مني اقل من المعدل السائد في السوق. يبقى كده انا بعوضك بجزء منين؟ من الفوائد، او يبقى اعلى من كده. ده معنى اصدار السندات بخصم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على فايده السندات، معالجتها، والطلبه طبعا متابعه معايا من الحلقات اللي فاتت. اصدار السندات بعلاوه عالجنا الفايده، بالقيمه الاسميه عالجنا الفايده. النهارده ان شاء الله الجزء الاخير في سندات، وهو اصدار السندات بخصم اصدار. هنعالج الفوائد ازاي ان شاء الله. تمام. طيب مبدئيا كده عندنا حاجه لازم نفرق بين هل يسدد القرض دفعه واحده او يسدد على اقساط، عشان التمارين هتفرق معايا هل يسدد دفعه واحده او على على اقساط. يبقى انا دلوقتي
الحاله الثالثه اللي احنا هناخدها اصدار السندات بخصم الاصدار، وهي معالجه الفوائد في الحاله دي. احنا خدنا الكلام ده في حلقات سابقه. طيب هل حضرتك التمرين عندك بيسدد القرض دفعه واحده ولا بيسدد القرض على دفعات؟ هنشوف حضرتك الحالتين مع بعض ان شاء الله ايه بتمارين. اوكي. طيب دلوقتي يبقى انا اول حاله ده تمرين مع بعض كده. التمرين ده خاص بمعالجه فايده السندات في حاله الاصدار بخصم الاصدار والقرض يسدد دفعه واحده. ركز معايا. التمرين بيقول في 1/1/2009 اصدرت احدى الشركات المساهمه 8000 سند 10%. ال 10% دي الفوائد. يبقى انا معايا عدد السندات 8000 سند، السند بياخد 10% فوائد. قيمه اسميه للسند 100 جنيه. يبقى ده يا استاذ حبيبي ال 100 جنيه دي هو اللي انا ماضي عليها. يعني انا حضرتك الورقه او السند الواحد هسدد لحضرتك 100 جنيه في نهايه المده المتفقين عليها، ولكن بسعر اصدار 94. يبقى انا لو وقفت حطيت خط تحت دي كده يبقى انا معايا رقمين للسند. القيمه الاسميه للسند 100 جنيه، يعني هو ده الايه المثبت على الصك او ايه او اللي هو السند. سعر الاصدار معناها ان انا مش هاخد الا 94. يبقى انا ماضي لحضرتك على 100 ومش هاخد منك الا كام؟ 94. يبقى زي ما اتفقنا يبقى اولا كده 100 ناقص 94 يبقى انا عندي 6 جنيه ده الخصم. تحصل على مره واحده. نركز قوي قوي، وفي حاجات معينه زي ما عودنا ابنائنا الطلاب ان احنا في حاجات معينه نحط تحتها خطوط لان دي بتفرق معايا في التمرين. يبقى تحصل على مره واحده، يبقى كده القرض مره واحده. وترد القيمه الاسميه للسند مره واحده بعد 4 سنوات. هنعمل كده خط او دايره كده على كلمه ايه؟ بعد 4 سنوات. معنى ان القرض يسدد بعد 4 سنوات يبقى القرض يسدد دفعه واحده. المطلوب 1 قيود اليوميه لاصدار السندات، ماشي. رقم 2 الفائده المستحقه لكل سنه وخصم الاصدار والعبء الحقيقي. 3 قيود فايده السندات في 31/12/2009. يعني نهايه السنه الاولى خلي بالك معايا ان التاريخ بادئ 1/1/2009. الفائده تسدد، والمفروض ان التمرين بيبقى مكتوب لك فيه ان الفائده تسدد في 31/12 من كل عام، اللي هو ميعاد ايه؟ دفع الفوائد. يبقى من 1/1/2009 عايزين فوائد نهايه السنه الاولى. الطالب يركز معايا زي ما اتعودنا ان احنا بنطلع بياناتنا في شكل، او التمرين بيطلع في شكل ارقام مبسطه. اولا السند ب100 ده القيمه الاسميه. تاني حاجه الاصدار ب94، يبقى خلاص انا همضي على 100 هاخد 94. وانت مكانك كده على طول 100 ناقص 94. طالما قيمه السند قلت يبقى ده خصم، زادت يبقى علاوه. العلاوه خلصت الحلقه اللي فاتت. النهارده بنقول انا اصدرت سند بقيمه اسميه 100 سعر الاصدار 94 يبقى فيه 6 جنيه. مش سند واحد، عدد السندات كام؟ 8000. يبقى مبدئيا كده انا عرفت قيمه السند الاسميه وسعر الاصدار، وجبت من الاثنين الخصم اللي هو القيمه الاسميه ناقص سعر الاصدار. ولما تجيب سعر القيمه الاسميه للسند حضرتك بتيجي تعمل كالاتي. انا دلوقتي بيانات تمرين اهو. انا عندي عدد السندات المصدره 8000. طيب قيمه السند الاسميه 100، سعر اصدار 94، وانت هنا كده بنقول كده ناقص. يبقى خصم الاصدار والمين دوت للسند الواحد، يبقى 100 ناقص 94 يعني 6 جنيه لكل سند. طب انا ما بشتغلش على سند واحد، انا عندي هنا كام؟ دول كده 8000 سند اللي قدامك دول. يبقى احسب خصم الاصدار للسندات كلها. حضرتك هتضرب عدد السندات المصدره اللي هم 8000 سند في ال6 جنيه اللي هي لسه جايه مع حضرتك دي. يبقى كده انا عرفت ان خصم الاصدار 48000. والطالب يقف لحظه يركز عشان النقطه دي في ناس كتير بتقع فيها. انت كده حسبت خصم الاصدار، يعني انا في 48000 جنيه انا سايبهم لك خصم في بدايه الاقتراض. هيجي الطالب بعد كده يعالج الخصم على انه ب 48. قبل ما تنسى ال 48000 دي تخص مده القرض. يعني انا بقول لك انا هقترض منك لمده 4 سنين وهديك خصم 48000. والتعامل في القيود والدفاتر بتاعتنا احنا بنشتغل ايه دلوقتي؟ فايده سنويه. يعني عايز اعرف العبء الحقيقي السنوي للفايده،
فبالتالي انا معايا ال 48000 دول اقول له دول يخصوا 4 سنين. يبقى وانت مكانك هتجيب خصم الاصدار او المبلغ اللي هو ال 48000 اللي طلع معاك، هتقسمه على مده القرض عشان تعرف نصيب السنه الواحده من خصم الاصدار. نشوف مع بعض. يبقى كده نصيب السنه من الخصم هتاخد ال 48 اللي هي توتال الخصم كله على 4 سنوات. دي موجوده في التمرين ان القرض يسدد على 4 سنوات 12000 جنيه. طيب دلوقتي انا بيانات التمرين واضحه قدامي كده، انا عرفت ان السنه نصيبها كام؟ 12000 جنيه. طب كمل معايا كده. لو انا قلت لحضرتك فايده السندات هتطلع ازاي؟ والله يا حضرتك انت عندك 8000 سند، السند ب 100، يعني اللي قدامك كده تقدر تكتب تحت دي كده ده القرض، يعني ده المبلغ اللي انا مستلفه. 8000 سند في كام؟ في 100، يبقى ده كده على بعضه كده يديني قرض السندات. يبقى المبلغ ده كام؟ اللي هو 800000 جنيه. في الانترست ريت بتاعتك 10%، يبقى ده الفايده اللي هي موجوده في نص التمرين. يبقى انا معايا هنا مبلغ 80000 جنيه في السنه. كده بيانات التمرين بالنسبه لي ما بقاش فيها غير رقمين. انا راجل، انا المقترض، وتركز معايا عشان تعرف مين اللي هيدفع ومين اللي هياخد فلوس. دلوقتي انا بقول الفايده دي 80000 جنيه. مين اللي هيدفع الفايده دي؟ انا. ليه؟ عشان انا اللي اقترضت. الفايده دي مين اللي هياخد الفايده ديت؟ استاذه حبيبه، لان انا هي اللي اقرضتني، هي المقرض ولا المقترض. يبقى فايده السندات اللي انا هدفعها 80000 جنيه في السنه. تمام؟ هتيجي استاذه حبيبه تقول لي طب ما انت اديتني 48000 جنيه خصم فين؟ في بدايه القرض، وقسمناهم على الاربع سنوات، يبقى نقدر نقول دي 4 سنوات اهي. يبقى كده نصيب السنه الواحده انا مستفيده ب 12000 جنيه خصم. طيب يبقى العبء الحقيقي، معنى العبء الحقيقي يعني ايه؟ تركز معايا. انا كمقترض او انا كشخص اقترضت، انا كده ايه اللي غرمته؟ ايه اللي اتكلفته؟ انا غرمت ان انا دفعت 80000 جنيه لاستاذه حبيبه فايده سنويه، ونصيبها من الخصم يعني اللي هو انا سبته لها في اول بدايه القرض 12000 جنيه، يبقى 92000 جنيه هو ده اللي انا العبء الحقيقي للفوائد. وهنا نقف لحظه. انا عايز افهم محاسبه، انا مش عايز ان انا ابقى شخص حافظ او آلة بتتبرمج وبتقول وخلاص. يعني نقعد نقول ايه؟ لا ده العلاوه تطرح، الخصم يجمع. عايز افهم يعني ايه علاوه؟ يعني العلاوه دي انا قلت انا باخدها في بدايه المده، ده انا بستلف منك 100 وباخد منك 101، يبقى الجنيه ده مصلحه ليا. فلما اجي ادفع لك فوائد بعد كده، يبقى الجنيه ده هيخفف عليا عبء الفايده شويه. عشان كده العلاوه كانت بتطرح منين؟ من الفوائد. طب انا المره دي عندي حاجتين انا غرمتهم، انا كده كده بستلف منك بخصم، واوريدي انت بتاخد فوائد، يبقى انت عندك انا بدفع فايده وبدي لحضرتك خصم كمان في الاول، يبقى الاثنين في اتجاه واحد، هو الفايده والخصم. يبقى بقول الفايده يجمع عليها الخصم كعبء عليا انا، يبقى انا ما غرمتش الا 80000، وفي بدايه المده انا سامح لاستاذه حبيبه ب 48000 جنيه على 4 سنين خصم، يبقى كده انا هي ليها عندي 12000 جنيه استفادت بيهم في السنه. يبقى العبء اللي وقع عليا او اللي انا اتكلفته هي الفوائد زائد الخصم. عشان كده مش عايزين الناس تحفظ محاسبه، بنقول ان خصم الاصدار بيجمع على الفائده، وعلاوه الاصدار بتطرح منين؟ من الفايده. ليه؟ لان العلاوه بتقلل عليا عبء الفايده شويه، دي حاجه، ده مصلحه في صالحي انا كمقترض. كده كده الفوائد انا بدفعها، لما اخد علاوه زياده شويه يبقى الموضوع يخف شويه عني، لكن في الخصم انا بدفع فوائد زائد الخصم. يبقى العبء الحقيقي للفايده هو فايده السندات زائد الخصم. التمرين اللي قدامنا احنا خرجنا بان فايده السندات 80000 جنيه، الخصم 12000، اذا العبء الحقيقي 80 زائد 12000. تعال نشوف الكلام ده. احنا طلبنا 3 مطالب، بس احنا بنحب الاول نطلع حاجتنا وارقامنا قدامنا عشان لما تشوف اي رقم في الحل ما تبقى عارف ده جه منين ومعناه ايه. طيب كان المطلوب 3 حاجات. مطلوب قيود الاصدار، ارجعك لبدايه الفصل وهو المحاسبه على راس المال المقترض، ازاي نصدر اصلا قيود اليوميه بتاعه اصدار السندات. تعال نشوف مع بعض. ده المطلوب الاولاني. كده احنا بيانات التمرين واضحه قدامك عشان اي رقم يبقى متضح قدامك. ده حضرتك كان المطلوب الاول في التمرين وبياناتنا موجوده وجاهزه. احنا عايزين ايه؟ قيود اصدار
السندات الاصدار نفسه. قلت حساب البنك مدين وحساب المكتتبين في السندات دي الناس اللي جايه تسلفني. البنك هو من الاصول، والاصول لما بتزيد بتبقى في الجانب المدين، بنرجعك لسنه اولى. يبقى حساب البنك مدين، حساب المكتتبين في السندات مدينني لحد دلوقتي. الكلام ده اسمه ايه يا استاذنا؟ اسمه الاكتتاب في 8000 سند، قيمه اسميه 100 جنيه بسعر اصدار 94. طالب بقى هنا يركز. حضرتك معاك 8000 سند، السند ب 100، هيغلط وهو مش فاهم فيقول 8000 في 100 يبقى انا ايه 800000. اقول لك لا، المحاسبه هي ترجمه للمعاملات، يعني الترانزاكشنز اللي بتحصل في الشركه او في معاك كراجل في محاسبه، احنا بنترجم الكلام ده في شكل نقراه محاسبيا. فانا عايز اقول ان القيد ده في ناس اكتتبت، يعني ناس جت ادتني فلوس، في ناس جت سلفتني، خلاص. وبعدين الاكتتاب هو مش بيديك فلوس في ايدك، لا ده في تعامل في صفه معينه مع البنك، يبقى البنك دوت هو اللي ايه، هو اللي اتعامل ككاش مثلا، مش هيجي يدي صاحب الشركه كده في ايده يعني. طيب يبقى هو راح على البنك الخاص بالشركه ودفع. طب هو لما دفع حق 8000 سند، انا قبضت منه على انه ب 100؟ لا، ده ال 100 دي التعهد اللي هو انا هقدر ايه اتعهد ان انا ادفعه في نهايه المده. لكن انا لما خدت قال لك سعر الاصدار كام؟ 94. يبقى احنا نقدر نيجي هنا نقول ال 8000 سند كده على جنب اهو، ده كده او القيد دوت 8000 سند في 94 جنيه، ده كده الحقيقي الفعلي اللي انا استلمته. يبقى 752000 دخلوا البنك، ده يخصوا المكتتبين في السندات. لحد دلوقتي ده اكتتاب، يعني الناس دافعه. طب حضرتك دلوقتي تعالى بقى قول لي انا ليا في ذمتك كام؟ هقول له انت دافع لي 752000. هاجي على قيد الاصدار وتعالى شوف على الشرح كده، يعني نيجي منين؟ من تحت لفوق كده، نقرا من الشرح الاول. اصدار ايه؟ 8000 سند، قيمه اسميه 100 جنيه. ما احنا قلنا 8000 في 100 يبقى انا متعاهد ب 800000، يبقى هو ده القرض. يبقى هنا هضرب 8000 في كام؟ في 100، يبقى ده القرض اللي ايه؟ اللي في رقبتي لحضرتك. يبقى قرض السند بكام؟ ب 800. ولكن القرض موزع على جزئين. 8000 سند في 94 هو ده الرقم اللي حضرتك لسه قايله اهو. يبقى ده اللي انت عايز المكتتبين اتقفلوا كده خلاص شكرا. وال 8000 سند في 6 هو ده الخصم ال 48000 اللي انا اديته لك. يبقى اذا قيد الاصدار، قيد الاكتتاب بيقول البنك مدين المكتتبين في السندات دائم ب 8 في 94 اهو. الجزء اللي انت دفعته ده اوكي مفيش مشكله يا عم، انت دفعت لي 752000 ولكن ليك عندي 800. امال الفرق ده راح فين؟ اللي هو خصم اصدار السندات ب 48. وعلى جنب كده اوعى تنسى ال 48000 تخص 4 سنوات، اذا السنه تتحمل ب 12000. ده كده حضرتك المطلوب الايه؟ الاول. طب تعال نشوف دلوقتي المطلوب الثاني عايز ايه. المطلوب الثاني كان بيقول لحضرتك احنا عايزين الفايده المستحقه لكل سنه وخصم الاصدار والعبء الحقيقي. في طالب شاطر كده انا سامعه بيقول لي الفايده المستحقه لكل سنه متساويه. طبعا ليه؟ لان احنا دلوقتي في حاله تمرين بيقول اصدار السندات والقرض يسدد دفعه واحده. يعني انا لما استلف منك يا استاذه حبيبه 800000 جنيه النهارده في 1/1/2013 واقول لك لمده 4 سنين انا مش هشوفك غير بعد 4 سنين اديك القرض، انت مالكيش عندي غير كل سنه هتيجي تاخدي فايده الايه؟ المبلغ. انت مسلفاني 800000 ومشيتي. اول مره هشوف حضرتك يوم 31/12 السنه دي. ايوه هتيجي تقولي انا ليه عندك فوائد. الفايده على قد الايه؟ المبلغ اللي حضرتك مسلفه لي. انت ليكي في ذمتي وانت ماشيه 800000 جنيه. فهتيجي تقولي لي وانت جايه في العربيه كده، فهتقولي 800000 في 10% يبقى انا هروح هاخد من استاذ عماد 80000 جنيه. خلاص هتيجي تفضلي 80000 جنيه وهتمشي. هتجيلي السنه اللي بعدها. انت نفس الكلام. تمام نفس الكلام. ليه بقى نفس الكلام؟ لان انت لسه ليكي عندي 800000. انا اتفقت معاكي من الاول ان القرض هيسدد فين؟ في نهايه المده. او القرض هيسدد بعد 4 سنين. يبقى كده كده اوريدي هم 800 لغايه ما ال4 سنين يخلصوا. طب يعني كل سنه حضرتك ليكي عندي 800 وهديكي فوائد على قد ال 800. يبقى كل سنه ليكي عندي مبلغ 80000 جنيه. عشان كده الفايده السنويه في حاله اصدار السندات والسداد دفعه واحده بيبقى المبلغ هو 80000 كل سنه. طيب الكلام ده يتم ازاي؟ ارقامنا زي ما اتفقنا. يبقى فايده السندات عباره عن 800000 في 10%. 10 على 100 دي
اللي هي الفايده اللي موجوده في التمرين، يبقى انا كده ده ال 80000 جنيه. طب خصم اصدار السند الواحد 100 ناقص 94 قلنا ب6. طب خصم اصدار السندات ده مفرد ده جمع، يبقى انا بتكلم على توتال السندات كام؟ 8000 سند في ال6 جنيه اللي هي قدام حضرتك دي اهي ب 48000 جنيه. اخد ال 48000 جنيه ديت اقسمها على 4 سنين يبقى بكام؟ ب 12000. يبقى العبء الحقيقي فائده السندات اللي انا هدفعها وهي كام؟ ال 80000 اللي قدامك دي اهي، دي كده 80000 اللي هي فائده السند، زائد ال 12000 اللي هي ايه؟ اللي هي لسه احنا حاسبينها نصيبها من الخصم. وبقول للطالب تاني عشان يركز معايا، احنا بندفع فايده زائد خصم، يبقى الخصم بيجمع على الفوائد لانه بيزود على حضرتك العبء، يبقى كده العبء الحقيقي كام؟ 92000. طب ما تيجي نشوف الكلام ده في شكل جدول ظريف كده، يقول لنا الكلام ده بالتواريخ عشان اللي احنا الارقام اللي احنا قلناها اهي مع بعض. هنا حضرتك ده كده جدول بيلم الموضوع اللي احنا قلناه. ادي التاريخ 31/12/2009. ليه؟ اوعى تنسى ان القرض بادئ في 1/1/2009، يبقى اول سنه ماليه هتقابلك وهي كام؟ نهايه السنه الاولى 31/12/2009 وهكذا 10/11/12، دول ال4 سنين. الفايده المدفوعه 80 80 80 80. تلاحظ ان الفايده ثابته لان المبلغ اللي في ذمتي الاستاذه حبيبه ثابت والانترست ريت بتاعته ثابته اللي هي 10% موجوده في التمرين، يبقى اذا هيطلع معايا 80000 دي ثابته على طول. خصم الاصدار الخانه ديت 12 12. واحد يقول لي طب انا لسه داخل دلوقتي او النور كان قاطع، طب انت جبت ال 12 دي منين؟ هقول له اوعى تنسى احنا كان معانا 48000 جنيه على 4 سنين. هيقول لي طب انت دخلتني في قصه تاني، ال 48000 جنيه دي جت منين؟ اقول له ده انا كان عندي 8000 سند، السند كان عليه 6 جنيه خصم. يقول لي توهتني، طب ال 6 جنيه دي منين؟ 100 ناقص 94. طيب كده مين ال 100 ناقص ال 94 ديت؟ ال 100 دي اللي هي سعر الايه؟ القيمه، ده القيمه الاسميه، وال 94 سعر الاصدار. يبقى كمسلسل اهو تاني بقول اهو 48 على 4 يبقى دول كده هيديني كام؟ 12000. خلاص عرفتها. طب ال 48 دي مين؟ 8 في 6. مين ال 6 دي؟ 100 ناقص 94. يبقى كده ده خصم الاصدار. هتيجي معايا كده بص كده نمشي مع السهم. يبقى الفائده المدفوعه زائد خصم الاصدار، لو دي كانت علاوه كانت دي هتبقى ناقص. تمام؟ يبقى الفائده المدفوعه زائد خصم الاصدار يدي لحضرتك عبء الفائده الحقيقي، يبقى اقدر احط هنا علامه زائد، يبقى 80 زائد 12 80 زائد 12 يبقى ده كده ايه؟ عبء الفائده الحقيقي. طيب وهو مكاني كده، فالمطلوب طالب مني قيود اليوميه في نهايه السنه الاولى الثانيه وات ايفر اي سنه هو عايزها. اما انا خلاص انا معايا رقم فايده 80 ومعايا خصم الاصدار 12 ثابت على ال4 سنين ومعايا العبء الحقيقي ثابت على ال4 سنين 92. الامر ده هيختلف بعد ما نشوف دلوقتي ان شاء الله بعد التمرين ده حاله اصدار السندات والسداد على اقساط. يعني الكلام هو بس هيبقى ايه؟ اختلاف فين؟ في الارقام، وكلام جميل مش محتاج ايه؟ اي صعوبه ان شاء الله. طب تعالى نعمل قيود اليوميه. القيود اليوميه احنا خدناها في حاله العلاوه وفي حاله الفائده دي ثابته معروفه. اللي هيزيد عندك ايه النهارده؟ قيد بتاع خصم الاصدار. طيب نبص مع بعض كده على القيود اليوميه وخلي بالك الارقام بتاعتك، فايدتك 80، خصم الاصدار السنوي 12 والفائده السنويه 80، العبء الحقيقي 92، اوعى تنسى. طيب القيود اليوميه ثابته عندي ما عدا ان احنا طبعا هنيجي ايه على قيد خصم الايه؟ الاصدار. وفي القيود اليوميه انا بحب ان انا ايه؟ اكلم نفسي. يعني الطالب يبقى داخل كده قاعد بيذاكر تحس ان هو ايه؟ بيكلم نفسه يعني. تمام؟ القيد بيقول فائده السندات مدين حمله السندات دين. اقرا لي القيد. انا ممكن اقول الحمله، حمله السندات يعني الناس اللي مسلفيننا، ده كده دي استاذه حبيبه من حمله السندات، يبقى هي كده ليها سندات عندي يستحق ليها فايده سندات. شفت انا قلت ايه؟ يبقى اجي تحت كده القيد ده واقول ايه؟ ده كده استحقاق الفايده. يبقى شرح القيد ده لحد دلوقتي استاذه حبيبه ما خدتش مني اي شيء، انا بثبت لك انك ليكي عندي 80، يبقى ده استحقاق. يبقى ده كده ايه؟ ادي اول قيد احنا إيه؟ مستحق ليكي 80. القيد اللي بعده هنقول حمل السندات هياخدوا فلوسهم، يبقى الحمله خلاص بدل ما كانوا مدينين امبارح اهو النهارده ده مدين، يبقى حمل السندات هيقبضوا فلوسهم، يبقى الحمله مدين والبنك نقص، يعني الفلوس خرجت من البنك واللي بينقص بيبقى ايه؟ مدين في الاصول. يبقى كده اجي شرح القيد اقول له سداد. القيود دي خلي بالك
يعني القيد الاول والثاني والرابع، الثلاث قيود دول ثابتين. الجديد عندي اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو القيد ده اللي هو قيد اثبات الايه؟ الخصم. يبقى اول قيد فائده السندات مدينه، حمل السندات مدينني ب80 استحقاقهم. طب هياخدوا فلوسهم، يبقى الحمله مدين والبنك داين، خلاص سددت. طب دلوقتي انا بعد ما سددت 80 اقول له ده انا كمان الفايده هتحمل بعبء تاني عليها ان انا مديهم خصم. يبقى حساب فايده السندات مدين وحساب خصم الاصدار دائم، ده قيد ثابت لمين؟ لخصم الاصدار. ونطلع كده بره ثانيه او على كده معايا، خلي بالك على ايه القيد دوت اهو. يعني خلي عينك مع القيد ده، ولو لو القيد ده علاوه، لو القيد ده علاوه اللي هو ده كده حضرتك اهو، دي فايده سندات خصم الاصدار. كنت بقول علاوه الاصدار للفايده عشان يبقى في لينك ما بين الايه؟ الحالتين. انت دلوقتي بتقول الفايده مدين وخصم الاصدار داين لان الفايده عليها عبء فايه؟ بجمع الخصم عليها. كانت العلاوه بتخفف عليها العبء، يبقى القيد ده عكس ده. يبقى اذا في حاله الخصم اقول من الفايده للخصم، في حاله العلاوه اعكس اقول من العلاوه للايه؟ للفايده. نرجع تاني، يبقى كده انا القيد الجديد اهو. اجي اقول له طيب 80 اللي حضرتك هتاخدهم و12 ما زلنا هنجمعهم يديني 92000 جنيه. الانكم سمري بتاعي اللي هو ملخص الدخل او نقدر نسميه ارباح وخسائر اتحمل بفائده سندات. يبقى نكتب هنا ايه؟ ده تحميل. يبقى القيد الاولاني استحقاق، الناس دي ليهم. القيد الثاني سداد، سددت لهم. القيد ده تقدر تقول ايه؟ ده نصيب السنه من خصم الاصدار. يبقى الخصم كام في السنه عشان اقدر لما اجي اقول لك انت هتحمل سنتك ب 92000 جنيه في ملخص الدخل ما تقوليش ال 92 ماشي بقى. يبقى كده 92000 جنيه. يبقى انا كده عملت 4 قيود. الثلاث قيود الاول والثاني والاخير دول ثابتين، ولكن اللي جد جديد عندي اللي هو الحاله الثالثه وهي فايده السندات في حاله الاصدار بخصم. فبقول ان الفائده مدينه والخصم ايه؟ دائم. طب احنا هنكمل يا استاذ عماد بس بعد الفاصل. اعزائي الطلبه لسه مكملين حلقتنا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري، رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع مادة محاسبة مالية وضريبية. وكنا بنتكلم معاكم قبل الفاصل على إصدار السندات بخصم إصدار والقرض على دفعة واحدة. دلوقتي بقى هنقول لكم الفرق بين دفعة واحدة وعلى أقساط أو على دفعات، وهناخد تمرين بقى يا أستاذ عماد. تمام. طبعا احنا قلنا ان في فرق بين اصدار السندات دفعه واحده واصدار السندات على دفعات. انا عايز بس يا استاذ حبيبه مبدئيا كده ان احنا ايه نبدا نفرق، يعني حتى بمثال رقمي. يعني نفرق بين ايه وايه؟ يعني على المثال اللي هو بتاع ايه اللي فات مثلا اقساط دفعه واحده واقساط. المثال اللي فات كان حضرتك مسلفاني 800000 جنيه. تمام. ال 800000 جنيه دول هتسددهم لي ايه؟ على دفعه واحده. دفعه واحده. يبقى انت هتتعاملي 4 سنوات هتاخدي فوائد مني نهايه كل سنه. فاتفقنا انك في نهايه كل سنه هتيجي حاسبه فوائدك قبل ما تجي لي بتقولي 800000 في 10% بكام؟ ب 80000 جنيه. يبقى الفايده اللي هي هتاخديها دي حاجه ايه؟ فيكسد، او اللي هي ايه؟ انت هتاخدي 80000 سنويا. تمام؟ طب لو انا اتفقت معاكي في بدايه القرض ان حضرتك هتسددي لي القرض ده على 4 اقساط اللي او 4 دفعات. انا عايز بقى ايه دلوقتي؟ ال 800000 دول في بدايه السنه الاولى انت ماشيه، انا عليا كام؟ يعني انت انا مضيت لك على قرض 800000 وانت مشيتي. وانت جاي في نهايه السنه الاولى بتقولي الراجل اللي انا مسلفاه ده او اللي انا مدياله سندات ب 800000 على 4 اقساط. يعني انا هاخد ال 800000 دي اقسمها على 4، يبقى في نهايه كل سنه انا هسدد لك جزء من اللي عليا. يعني بدل ما كنت بتيجي تاخدي الفوائد بس اللي هي ال 80000 هتاخدي ال 80000 واقول لك معلش المره اللي فاتت انا سبت القرض كله لنهايه المده، يعني كل سنه بتاخدي ال 80 وخلاص. لكن المره دي اقول لك لا، ال 80000 دول اوريدي معاكي. وهديكي جزء من الايه؟
من المبلغ اللي عليا. طب انا قطعت المبلغ بتاعي 800000 على 4 سنين بحسبه بسيطه يبقى 200000. يبقى حضرتك اقول لك اتفضلي 200000 اهم من اللي عليا، وادي ال 80000 بتوع فوائد الايه؟ السنه اللي فاتت. انت كده ماشيه انا عليا كام؟ يعني بقى انت خلاص لو انت راجعه في العربيه فبتقولي انا مسلفاه سندات بكام؟ ب 800 ولا اقل شويه؟ اقل طبعا، لان انت خدتي 200 منين؟ من 800. يبقى انت عليكي، انت ليكي عندي 600000 المره دي. وانت جايه في نهايه السنه الثانيه مش هتاخدي بقى 800000 في 10%، لا ده انت هتاخدي ايه؟ 2 برضه. هتاخدي 600000 في 10%، يبقى الفوائد هتحسب لك على الرصيد اللي عليا. يبقى انت فوائدك المره دي 60000 وهتاخدي 200 سليم. يبقى ال 200 دي اوريدي ايه؟ بتاعتك، وهتاخدي 60. تمشي في نهايه السنه الثالثه تيجي تقولي لي انا مسلفاك، لا اقول لك 400 لان انت خدتي كده قسطين. يبقى 400 في 10% ب 40000. في نهايه السنه الاخيره بتاخدي ال 200، يبقى انت ليكي 200000 في 10%. طيب يعني رقم 2 ده ثابت يعني كل في سنه ايه؟ بيقل 2. تمام. يبقى انت كده بناخد المبلغ بتاعنا نقسمه على اقساط، الاربع اقساط، يبقى هعرف انا هنقص كل سنه ايه؟ كام؟ تمام كده؟ يبقى كده ايه اللي فرق عندي حضرتك؟ ان انا بدل ما كنت بديكي فوائد ثابته 80 لا ده دلوقتي بقت 80 السنه الثانيه 60 في ديكلايننج، يعني انت كده ايه؟ 60 40 20. طيب بعد كده خلاص هيخلصوا. خلاص كده. مش دي القضيه بقى يا استاذ حبيبه. القصه كلها، او الطالب هيركز معايا في حاجه مهمه جدا وهنتكلم بالارقام. تعالى بس نشوف الكلام اللي احنا قلناه مع استاذه حبيبه ده. انا قلت القرض كله كان 800000 جنيه. لما يقول لك يسدد على 4 دفعات او 4 اقساط، يبقى انت هتعرف ان المبلغ المسدد او القسط الواحد هيبقى 800000 على يبقى انت كده هتقول 800000 على 4 يعني 200000 جنيه. يبقى انا عرفت ان القرض بتاعي هيبقى 800 اول سنه، وبعدين تاني سنه 600، تالت سنه 400، السنه الاخيره 100. يبقى هو ده القرض بتاعي. تمام. طب الفايده بتتحسب كام؟ 10%. يبقى لما اجي اضرب هنا 800 في 10%، اظن الامر هيختلف. 600 في 10%، ده الحاله الثانيه او السنه الثانيه. السنه الثالثه 400 في 10%، السنه الاخيره 200 في 10%. طب هي ال10 دي جبناها منين؟ دي فايده سايده، دي فايده متفق عليها. لان هي معروف ان أصلاً الفايده في السوق 8% 9%، حسب بقى ايه حاله السوق، وفي نفس الوقت قرار من الايه؟ من المقرض او المستثمر نفسه يعني. يبقى كده ايه؟ انا عرفت ان فايده السنه الاولى 80000 جنيه، السنه الثانيه 60000 جنيه، 40000 جنيه، 20000 جنيه. يبقى دي كده اول خطوه عندي. تركز معايا جدا جدا عشان النقطه اللي جايه دي اهم نقطه في الدرس. ان انا دلوقتي فوائدي بدل ما كانت 80 كل سنه ثابته، قلت لك لا ده باللوجيك كده، يعني انا بقول واحد مسلفني 800000 هياخد 10% في السنه. طب لما يجي اخر السنه اديله جزء من اللي عليا، يبقى انا معليش 800، يبقى انت هتاخد على الايه؟ على الجزء الايه؟ الباقي. يبقى انت كده عليا 600، يبقى الفايده بدات تنقص. طب خلاص دي كده عرفت ان فايده السنه الاولى 80، فايده السنه الثانيه 60، فايده السنه الثالثه 40، فايده السنه الرابعه 20. دي الفوائد. تعالى بقى معايا لقصه الخصم. انا برجعك تاني ان في الخصم انت معاك 6 جنيه للسند، وال6 جنيه دي هي الفرق ما بين ال 100 جنيه القيمه الاسميه وسعر الاصدار اللي هو كام؟ 94 جنيه. يبقى كده انت معاك فايده السند الواحد 6 جنيه. ضربناه في عدد السندات 8000، يبقى كده حضرتك معاك 48000. لما قلت لك ال 48000 ديت ده الخصم، قلت لي لا ده تخص الاربع سنين. فلما كان القرض دفعه واحده، ال 48 اتقسموا على 4 مره واحده، يبقى السنه ب 12. هنا بقى الامر هيختلف. تعالى كده بالارقام. لو انا قلت لك انت كده عندك ال 8000 سند في 6، قلنا دي ب 48000 جنيه. لو انا قسمت الصفحه نصين كده قدامك وقلت لك هنا القرض دفعه واحده، قلت لي خلاص يبقى السنه 48 على 4 في ثانيه ب 12000 في السنه. لكن دلوقتي قال لك لو القرض على اقساط او على دفعات، اسال نفسي سؤال، هو القرض ده يا استاذ حبيبي يسدد على كام سنه؟ 4. على 4 سنوات. اقول له يبقى اذا هذا المبلغ، وتركز معايا جدا اوعى تسرح، هذا المبلغ اللي كنت بتقسمه على 4 سنوات مباشره وتعرف ده نصيب السنه الواحده من الخصم، هقول له لا ده السنين كده هتختلف في تحملها بعبء الايه؟ الخصم.
اقول له ال 48 تقسم بنسبه 4 ل 3 ل 2 ل 1. طب احنا كده تهنا يا استاذ حبيبي. يعني ايه بقى يعني اشمعنى 4 3 2 1؟ هقول لك لان القرض على كام؟ 4 سنوات. طب لو قلت للطالب على 3 سنوات يبقى يقسم بنسبه 3 2 1. يعني تبدا شوف اللفظ اللي قلته 4 سنين يبقى انزل لحد 4 3 2 1. لو على 5 سنين 5 4 3 2 1. يبقى انت بتاخد ايه؟ باللفظ نفسه اهو 4 سنوات يبقى هتدي للسنه الاولى 4، السنه الثانيه تاخد 3 2 1. معظم الطلبه وما يبقاش الطالب عنده يعني ايه اساسيات رياضيه فيقع في الحاجات دي. دلوقتي لو انا اديتك 48000 جنيه وقلت لك وزعها لي على 4 واقفين قدامك بنسبه 4 3 2 1، هتوزعها ازاي؟ يعني ده هياخد زي ده زي ده؟ لا طبعا. طب هنوزعها ازاي؟ هقول 48000 جنيه في 4 على 10. انا كده الدنيا ايه؟ يعني راحت. الاربعه دي جت منين؟ اللي هو نصيب الاولاني على 10. ليه؟ 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يبقى مجموع الاجزاء اللي هو ايه؟ واحنا في ابتدائي او في اعدادي. يبقى هنا كده ال 48000 هتتضرب في 4 على 10. ده نصيب السنه الاولى. طب نصيب السنه الثانيه، طب تعالى نشوف الكلام ده كده اهو. يعني هنا كده السنه الاولى 48000 في 4 على 10. 48000 في 3 على 10. 48000 في 2 على 10. واخر سنه نصيبها من الخصم في 1 على 10. وقبل ما تنسى 4 ل 3 ل 2 ل 1 دي النسبه، لان كان مده القرض 4 سنوات او انا هسدد على كام؟ على 4 سنوات. يبقى تضرب ادي 4 اللي هو نصيب الجزء الاولاني اهو. مجموع الاجزاء 4 و3 7 و2 9 و1 10 يبقى ده كده مجموعهم 10. هو ده. لو كانت 3 ل 2 و1 يبقى 3 على 6 و2 على 6 و1 على 6. يبقى كده انا عرفت نصيب السنه من خصم الاصدار. ركز معايا ثانيه. انا دلوقتي عشان يبقى انا عندي توازن بقول القرض يسدد دفعه واحده والقرض على اقساط. يعني نتكلم في الكفتين. ايه اللي يهمني؟ انا عايز ايه؟ انا عايز الفوائد ونصيب السنه من الخصم عشان اجمعهم عشان اعرف العبء الحقيقي، صح؟ تمام. طب الفايده عند استاذه حبيبه لو دفعه واحده خلاص هي 800 في 10% مره واحده، 80000 في كل سنه. عندي هتقل 800 في 10 600 في 10 400 في 10 200 في 10. وال 600 و400 و200 دول مش بمزاجك. ده المبلغ ده انت بتاخد القرض كله اللي هو ال 800 تقسمه على 4 سنين. يبقى انت عرفت ان انت هتنزل كل سنه ايه؟ 200. يبقى من 800 تنزل 200 يبقى 600 تنزل 200 يبقى 400 وكده كده هيتضرب في 10%. كده خلصت من الفوائد هنا وهنا. خصم الاصدار اللي انت جبته اللي هو ال 48000 في حاله السداد دفعه واحده، الخصم ده انت بتقسمه على 4 سنين عند استاذ حبيبي لان المبلغ مره واحده. يبقى 48 على 4 12000 جنيه في السنه. عندي لا، انا قلت لك انت بتسدد على دفعات فمش كل سنه تتحمل زي الثانيه. الدفعه الواحده فوائده ثابته، نصيب السنه من الخصم ثابت. لكن انا عندي فوائدي متغيره بتنقص على اساس المبلغ المتبقي على حضرتك. وكذلك هعامل نفس الكلام مع مين؟ مع خصم الاصدار. طب ال 48 هتقسمها بكام؟ هقول له القرض كام سنه؟ قال لي 4 سنين يبقى 4 ل 3 ل 2 ل 1. القرض كام سنه؟ 3 سنوات 3 ل 2 ل 1. 5 يبقى 5 4 3 2 1. ونعملها بنفس الطريقه. تعال نشوف الكلام ده. نشوفه يا استاذ حبيبي ولا؟ اتفضل. في شكل تمرين يعني؟ طيب ماشي. ادي الكلام اللي انا قلته اهو. هنقرا مع بعض في شكل تمرين ونطلع بياناتنا. يبقى سداد القرض على دفعات خلال مده القرض. في 1/1/2009 اصدرت احدى الشركات المساهمه 8000 سند، قيمه اسميه للسند 100 جنيه بخصم اصدار 10 جنيه. اقف حالا. انت بقى يعني ايه؟ عشان الطالب ما يبقاش داخل عارف ان هيجي لي السند ب 100 بسعر 94 يبقى انا هطرح. لا، ده انا راجل يعني ايه طلعت كويس جدا معاك. احنا وقفنا هنا ليه؟ عشان خاطر انا اديته خصم الاصدار جاهز. يعني المره اللي فاتت يا حبيبي انا قلت ايه؟ 100 بسعر 94. يعني عرفتك انا ماضيلك على 100 وهاخد منك 94. فانت استنتجتي بقى بالايه؟ بدماغك ان 100 ناقص 94 يبقى انت كده مديني خصم 6 جنيه. لكن ده لما قلت لك السند ب 100 بخصم اصدار 10. الطلبه المتبرمجه عارف ان في رقمين بيجوا ورا بعض 100 وراها 94 اطرح. هيجي هو يقول لك الخصم 100 ده انا بقول لك بخصم اصدار 10 جنيه. يعني معنى ذلك ان انا اديتك خصم الاصدار ايه؟ جاهز. ما قلتلكش السعر ايه التاني.
لان الخصم ده بيتعرف من ايه؟ من رقمين. اه ان بكام القيمه الاسميه؟ 100. هاخد كام منك في الاصدار دلوقتي؟ 94. خلاص يبقى الفرق طبعا ايه؟ حسبه صعبه دي. 100 ناقص 94 يبقى كام؟ 6 جنيه. صعبة أوي لكن انا قلت المره دي ان القيمه الاسميه 100 بخصم اصدار 10. خلاص يبقى الخصم جاهز. تحصل قيمتها مره واحده. تمام؟ وبفايده 10% سنويا تدفع في 31/12 منين؟ من كل عام. والقرض يسدد على 4 دفعات متساويه. جميل جدا. يبقى كده حضرتك انا هسدد خلي بالك انت عندك هنا، عشان في واحد ايه هيسرح معايا يقول لي طب ما هو بيقول لي مره واحده وتسدد على 4 دفعات. انا اقصد هنا ان القرض مره واحده، مفيش اقساط اللي هو اكتتاب وتخصيص، لان الكلام ده احنا قلناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت، ان نفس التمارين بس بدل ما هطلب منك قيود اليوميه اللي هي بنك مكتتبين ومكتتبين ايه، مكتتبين وخصم مثلا او للقرض، لا ده انا هطلب منك على اقساط اللي هو اكتتاب ودي وتخصيص وقسط اول وقسط اخير. فهنا كلمه مره واحده قصده عند الاكتتاب، لكن انا دلوقتي بتكلم على مين؟ القرض يسدد على 4 دفعات. المطلوب قيود اليوميه اللازمه لاصدار السندات، بيان الفائده المستحقه لكل سنه وخصم الاصدار والعبء الحقيقي، نفس الكلام. المره دي بيقول لي قيود اليوميه لفائده السندات في 31/12/2000 وكام؟ و10. ركز معايا. تمرين بادئ امتى؟ 1/1/2009. يبقى 31/12/2009 السنه الاولى خلصت. بص بقى هنا كده، حضرتك طالب قيود اليوميه في 31/12/2010، يبقى في نهايه السنه الثانيه. يبقى دي تركز اهو عشان ايه؟ اما نشوف بيانات التمرين. كده مفيش مشكله. هنبدا. احنا معانا عدد السندات 8000 والخصم جاهز ب 10 وقيمه السند 100 جنيه. ونشوف الحل ازاي. ادي المطلوب واحد الاولاني اهو. حساب البنك مدين، حساب المكتتبين في السندات داين زي اللي فات بالظبط. ده اكتتاب في 8000 سند، قيمه اسميه 100 جنيه، سعر اصدار 90. شفت بقى؟ طب انا هتقعد الطالب يدور في التمرين على 90 ديت ويطلب المراقب ويقول له امتحان فيه غلط، جت منين 90 دي؟ انت كتبت 90 دي منين في الحل؟ اقول له 100 بسعر اصدار 90، لان في التمرين اللي فات انا قلت لحضرتك 100 بسعر 94، حضرتك استنتجت الخصم 6. طب المره دي قلت لك 100 وعليها خصم 10، يبقى الاصدار 90. يعني هي كده. القيمه الاسميه ناقص سعر الاصدار اداك الخصم. القيمه الاسميه ناقص الخصم اداني سعر الايه؟ الاصدار. ده زي اللي فات بالظبط. يبقى 8000 في كام؟ في 90. واوعى تغلط وتضرب في 100. انا هنا بضرب على الايه؟ الاكتوال اللي حصل الفعلي. 8000 في كام؟ في 90 ب 720000 جنيه. هيجي المكتتبين يقولوا احنا دفعنا 720 ولينا عندك قرض. هنا قلنا بنجيب القيد الثاني من تحت لفوق. اصدار 8000 سند، السند ب 100 وعليه خصم كام؟ 10. يبقى جنب دي كده ال 8000 هتتضرب فين في المية؟ يبقى دول ال 800000 اللي حضرتك ايه؟ القرض اللي في ذمتنا. ال 8000 هتتضرب هنا في 90، ده اللي حضرتك دفعته اللي احنا لسه قايلينه ده المكتتبين. وهنا هتتضرب في 10 وهو مين؟ خصم الايه؟ الاصدار. يبقى مكتتبين في السندات وخصم الاصدار في الجانب المدين، وقرض السندات في الجانب الايه؟ الدائن. ده زي التمرين اللي فات. تعال نشوف الاختلاف اللي احنا قلنا عليه، كيفيه حساب الفوائد وكيفيه حساب خصم الاصدار والعبء الحقيقي عشان نشوف الكلام ده ازاي. بص هنا حضرتك، فايده السندات. السنه الاولى ضربنا 800000 في 10% ب 80000 جنيه. مره واحده كده بقدره قادر لقينا بيقول لي 600000 في 10%. الطالب سرح مني. طب جت منين ال 800000 ديت؟ ال 600000 قلت لك انت معاك 800000 على 4 هتديك 200. كده ال 200 دي اللي هتتسدد كل سنه، فهتخصم 200 من الاصل. يبقى 800 انزل 200 بقت 600، انزل 200 بقت 400 بقت 200. هو ده اللي انت شايفه قدامك اهو كالتالي. 800 في 10% يبقى فايده السنه الاولى 80. 600 في 10% يبقى فايده السنه الثانيه 60. 400 في 10% فايده السنه الثالثه 40. 200 في 10% ب 20. طب كده حضرتك خلصت من الجزء الاول من الفوائد. فاضل لي اجيب نصيب السنه من الخصم عشان اجمع واعرف العبء الحقيقي. طب خصم الاصدار. خصم الاصدار 80000 جنيه. طب خصم الاصدار ده 80000 جنيه انت عرفته منين يا استاذ؟ اقول له ال 80000 جنيه دي اهي
تعالى معايا كده، ادي 80,000 جنيه عباره عن 8000 سند في 10 جنيه اللي اديها لي جاهزه. طب ال 10 دي لو ما اديهاش جاهزه يبقى هي 100 ناقص هيديني ايه؟ ال 190 مثلا، يقول لي بسعر اصدار 90 وقيمه اسميه 100، يبقى 100 ناقص 90 فيها كام؟ من 10 جنيه. يبقى انا كده عرفت ان خصم الاصدار كام؟ 80,000 جنيه. كتبت كده 4 3 2 1. بفكرك تاني ان دي مده القرض، يعني كده انا مده القرض كانت مكتوبه في التمرين 4 سنوات. يبقى ابدا باربعه، انزل واحد، يبقى 3 2 1. يبقى ال 80,000 ديت انا اوزعها بالنسب زي ما هتشوفها دلوقتي. يبقى انا كده معايا خصم اصدار المده كلها 80,000. حضرتك هتقول نصيب السنه الاولى من خصم الاصدار. نصيب السنه الاولى من خصم الاصدار 80,000 جنيه اللي هي ايه؟ مبلغ الايه؟ الخصم. ف 4 على 10. 4 دي ايه؟ على جنب كده بفكرك تاني، 4 ل 3 ل 2 ل 1. يبقى 80,000 4 على 10، يبقى السنه الاولى تتحمل من خصم الاصدار 32,000 جنيه. السنه الثانيه 80,000 في 3 على 10، يبقى السنه الثانيه بتتحمل 24,000 جنيه. في السنه الثالثه 80,000 في 2 على 10، يبقى السنه الثالثه 16,000 جنيه. السنه الرابعه 80,000 في 1 على 10، يبقى تتحمل بكام؟ ب 8,000 جنيه. كده انا وزعت خصم الايه؟ الاصدار. تعالى معايا عشان ما تسرحش مني. انا كده عملت حاجتين، جبت فايده الاربع سنين وجبتها ليه المره دي؟ جبت الاربع سنين ليه؟ المره اللي فاتت قلنا 800,000 10 ب 80,000 مره واحده، ليه؟ عشان كانت ثابته. طب المره دي مش ثابته، حسبناها على الرصيد المتبقي. يبقى كده خطوه جبت فوائد كل سنه محمله بفايده قد ايه. الخطوه الثانيه جبت خصم الاصدار، بدل ما قسمته على 4 الحلقه اللي فاتت، لا ده انا المره دي بقول لك قسمناها بنسبه 4 3 2 1 وهي مده القرض. ماشي. عرفت نصيب السنه من الفايده، عرفت نصيب السنه منين؟ من الخصم. تعالوا نحسب العيب الحقيقي ونلم الكلام ده كله فين؟ في جدول. تعالوا نشوف مع بعض. انا كده عشان ايه الارقام بتاعتك ما تتوهش. العيب الحقيقي كقاعده بتقول ايه بقى؟ اهو خلي بالك معايا ونحط الكلام ده فين؟ فريم كده. يبقى العيب الحقيقي بيساوي فايده السندات السنويه زائد نصيب السنه من خصم الايه؟ الاصدار. يبقى احنا من بدري قوي عارفين خلاص احنا ان ايه؟ ان فائده السندات بيجمع عليها نصيب السنه من خصم الاصدار، لان الخصم بيزود عليا عبء الفايده. طيب السنه الاولى 80 زائد 32. ال 80 دي هي فايده السنه الاولى اللي هي 800 في 10%، وال 32 دي جايه من خصم الاصدار اللي هو ضربنا ال 80 في 4 على 10. يبقى كل سنه فايدتها ونصيبها من الخصم. يبقى عبء السنه الاولى 112,000. السنه الثانيه جبنا الفوائد 60 والعبء بتاع الفوائد الخصم الاصدار 24، يبقى السنه الثانيه متحمله بكام؟ ب 84,000. وهكذا 40 زائد 16,000. يبقى ده كده دي كانت فوائد السندات اللي احنا حسبناها لكل سنه. والجزء ده كده ده نصيب كل سنه من خصم الاصدار. وجمعناهم عرفنا الايه؟ العبء الحقيقي لكل سنه. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض في شكل جدول. نبص مع بعض كده عشان نخش ايه على قيود الايه؟ اليوميه بتاعه السنه اللي هو طالبها. طيب الكلام اللي احنا قلناه في شكل جدول اهو. ما تنساش ان تاريخ القرض السندات 1/1/2000 وكام وتسعة. التاريخ من 31/12/2009 2010 وهكذا. الفايده 80 60 40 20. المره اللي فاتت كانت كلها 80. خلاص عرفنا الفايده ايه نقصت ليه. خلي بالك من عمود النسبه ده كده اهو. يبقى عمود النسبه بيقول انا معايا بنسبه كام اهو؟ 4 3 2 1. دي ليه؟ برضو تاني وبعيد وازيد ان مده القرض 4 ايه؟ سنوات، فابدا ب 4 3 2 1. ماشي. يبقى 4 3 2 ايه؟ 1. خصم الاصدار حسبناه لكل سنه معانا في الورقه اللي فاتت. هنجمع الفائده زائد خصم الاصدار ب 112 ايه؟ 1000. وهكذا احنا كده عرفنا ان فايده الاولى 80 وخصم اصدارها كام؟ 12 32. يبقى العبء بتاعها 112. فايده السنه الثانيه 60 وعليها خصم 24، يبقى العبء الحقيقي 84. هو هنا طالب من حضرتك
قيود اليوميه في 31/12/2010 يبقى اتعامل على ان فائده القرض كانت 60 والقيد بتاع الخصم ب 24 وقيد الانكم سمري بتاعنا اللي هو ملخص الدخل 84. نشوف الكلام ده بسرعه كده مع بعض اهو. بنقول فايده السندات مدين حمل السندات داين ده استحقاق، هو قال السنه الثانيه يبقى كانوا 60,000. حمل بنك هنسدد لهم 60,000. فايده خصم، الخصم كان في عمود خصم الاصدار 24. ملخص الدخل يبقى ده كده ايه استحقاق، ده سداد، ده نصيب السنه منين؟ من الايه الخصم. ملخص الدخل فايده السندات يبقى ده ايه؟ اللي هو بعمل تحميل السنه الماليه بكام؟ ب 84,000 جنيه. يعني يتبقى لينا بس حاجه سريعه كده عشان نبقى انتهينا من المحاسبه عن قرض السندات تماما، وهو ان ازاي حضرتك تسدد قرض السندات في نهايه المده. يعني لما تخلص المده كده في قيد يوميه او قيدين يوميه سهلين جدا جدا ازاي نسدد بيهم القرض. يبقى انا الاول بعمل اكتتاب واصدار ومعالجه فوائد. طب في نهايه المده هل يا ترى قرض السندات بيسدد لو تسدد مره واحده؟ ازاي حضرتك قيود السندات نفسها هم القيدين اللي قدامك دول. قرض السندات مدين والحمله داين. حمله السندات مدين والبنك داين. يعني انا بثبت ان الحمله ده كده استحقاق ليهم، يبقى القرض الحمله يبقى الحمله مديننا بقرض مبلغه قد كده. طب هنيجي بعد كده نقول هياخدوا فلوسهم، يبقى الحمله مدين وهنسدد لهم منين؟ من البنك. الكلام ده في اقل من دقيقه. لو حضرتك عندك هو قال لك قرض سندات قيمته 800,000 جنيه وفي تاريخ استحقاق القرض اتدفع، انا من التمرين ده كله مش عايز غير ان القرض كان 800,000 وفي نهايه 3 سنوات تم او قامت الشركه بسداد المستحق لحمل السندات دفعه واحده. عايزين القيود اليوميه بتاعت ايه؟ انت عندك 800,000 بس، هم دول القرض اللي كانوا عند حضرتك، هتعمل بيهم ايه؟ هتيجي تقول انا اسدد القرض كالتالي اهو. قرض حمله يبقى ده استحقاق القرض. حمله بنك دول قيدين ثابتين يبقى ده ايه؟ استحقاق وده سداد. بكده يبقى احنا الحمد لله رب العالمين انتهينا من الفصل الثالث وهو المحاسبه عن قرض السندات تماما. طبعا كان في شركات المساهمه محاسبه عن راس المال المملوك ده الفصل الاول اللي هو الاسهم الحمد لله، وخلصنا مشروع توزيع ارباح وخسائر اللي هو الفصل الثاني، والنهارده انتهينا من المحاسبه عن راس المال المقترض اللي هو قرض السندات. بكده يبقى الجزء الاول من المحاسبه الماليه والضريبيه انتهى وهو جزء المحاسبه الماليه. ان شاء رب العالمين باذن الله نقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقات الجايه ان شاء الله او الحلقه القادمه هنبدا في المحاسبه الضريبيه، وعايز الناس تستعد معانا كويس عشان المحاسبه الضريبيه جميله جدا جدا. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم، ونتمنى ان الطلبه باذن الله تركز عشان بدا العد التنازلي والامتحانات خلاص على الابواب، وعايزين تبقى الامتحانات دي او الشهاده دي بدايه لما هو اكبر ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله يا استاذ عماد. وان شاء الله برضو الحلقه الجايه ممكن ناخد مسائل اكتر على الموضوع بتاعنا النهارده. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، وبنشكر كل الطلبه، ونشوفكم في حلقه جديده ومدرسه على الهواء. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرح